إفريقيا وأوروبا قارتان متقاربتان جدا، تفصل بينهما فجوة تعرف باسم مضيق جبل طارق لا يتجاوز عرضها 14 كيلومترا فقط، ومع ذلك لا يوجد حتى اليوم أي جسر يربط بين القارتين. هذا المكان هو ميرادور ديل إستريتشو في إسبانيا، ومن الجهة المقابلة يظهر جبل موسى أحد أشهر الجبال في المغرب، ويمكن رؤيته بوضوح من السواحل الإسبانية. كل عام يعبر هذا المضيق نحو 100,000 سفينة، بينها حوالي 18,000 ناقلة نفط، وتحمل هذه السفن ما يقارب 33% من نفط وغاز العالم، وحتى 80% من تجارة البضائع الخاصة بالاتحاد الأوروبي، من الإلكترونيات والمواد الخام إلى الملابس والسيارات، وتعتمد عليه بشكل كبير دول عديدة في أوروبا وإفريقيا وآسيا، باعتباره أحد أهم الشرايين البحرية في العالم. ومع ذلك، وعلى مدار أكثر من 4 عقود من الدراسات والمفاوضات، لم يتمكن المغرب وإسبانيا من تشييد جسر يربط بين أوروبا وإفريقيا. فلماذا لم يبنى هذا الجسر حتى اليوم؟ وليس الأمر أن الفكرة مستحيلة هندسياً، فالصين شيدت جسراً أطول منه ب4 مرات. جسر هونغ كونغ تشوهاي ماكاو أنجز خلال 9 سنوات فقط، وأصبح أحد أعظم المشاريع الهندسية في العالم. أما إذا تحدثنا عن الأنفاق الطويلة فهناك العديد منها، وأبرزها نفق القناة الذي بني على عمق يقارب 76 متراً أسفل قاع البحر، ويبلغ طوله حوالي 50 كيلومتراً، ويربط بين المملكة المتحدة وفرنسا. تم افتتاحه عام 1994، ويعد من أطول الأنفاق في العالم، ومع ذلك استغرق بناؤه نحو 6 سنوات فقط. لكن مشروع إنشاء رابط بين إسبانيا والمغرب مستمر منذ أكثر من 40 عاماً، وخلال هذه الفترة حصلت شركات مثل لومباردي للهندسة وهيرنكنشت على عقود ودراسات لهذا المشروع، وهي شركات نفذت أعمالاً مذهلة حتى في تضاريس شبه مستحيلة مثل جبال الألب. ففي أعماق جبال الألب شيدت هذه الشركات نفق قاعدة غوتهارد بطول 57 كيلومتراً، وبتكلفة بلغت 11 مليار يورو، ليصبح أطول نفق للقطارات في العالم. لكن عند مضيق جبل طارق تتوقف حتى أعظم العقول الهندسية في العالم. إذن يبقى السؤال: ما هو السر الذي يخفيه مضيق جبل طارق ويجعل الإرادة البشرية تنهزم أمامه مراراً وتكراراً؟ تعود أول فكرة لربط إفريقيا بأوروبا إلى عام 1920، حين اقترح المهندس المعماري الألماني هيرمان زورجيل خطة جريئة للغاية: إفراغ البحر الأبيض المتوسط بالكامل، وإنشاء قارة جديدة تسمى أتلانتروبا. كانت فكرته بسيطة وجريئة في الوقت نفسه. إذا تم بناء سد كهرومائي ضخم عند مضيق جبل طارق، وتم خفض مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط بحوالي 200 متر، فسيؤدي ذلك إلى انكشاف مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية المغمورة، ومن خلال تهيئة هذه الأراضي يمكن إنشاء كتلة أرضية جديدة، مما يجعل إفريقيا وأوروبا متصلتين برياً بشكل مباشر. وليس هذا فحسب، بل إن هذا السد الكهرومائي كان سيولد أيضاً طاقة هائلة تكفي لخدمة القارتين معاً. أطلق هيرمان على فكرته اسم مشروع أتلانتروبا، وكانت خطة مدروسة بعناية، فقد أخذ في الاعتبار أنه لبناء سد على البحر الأبيض المتوسط سيحتاج أيضاً إلى إنشاء ما لا يقل عن 7 سدود إضافية في مناطق مجاورة، وأكبرها سد عند حدود تركيا واليونان في منطقة الدردنيل للتحكم في مستوى مياه البحر الأسود، سد بين صقلية وتونس لإدارة تدفق المياه داخل البحر الأبيض المتوسط بشكل أفضل. لكن وعلى الرغم من هذه الحسابات الدقيقة، كانت هناك مشكلة كبيرة. إذا تم خفض مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط لتهيئة الأراضي، فسيبقى مستوى مياه البحر الأحمر المتصل به مرتفعاً كما هو، فكيف ستعبر السفن بينهما؟ هيرمان فكر في هذا أيضاً. اقترح استخدام نظام غرف الأهوسة، حيث يمكن توسيع قناة السويس وتركيب هذه الغرف داخلها، مما يسمح للسفن بالانتقال بين مستويين مختلفين من المياه بأمان،
حتى لو كان مستوى البحرين غير متساو. وفقا لخطة هيرمان، كان من المقرر إنشاء سلسلة من غرف الأهوسة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بعد خفض منسوبه، فعندما تدخل السفينة إحدى هذه الغرف يغلق الباب خلفها، ثم يتم ملء الغرفة بالماء أو تفريغها حسب مستوى المياه المطلوب، وبعد ذلك يفتح الباب الآخر لتتمكن السفينة من الانتقال بسهولة من مستوى البحر الأحمر المرتفع إلى مستوى البحر الأبيض المتوسط المنخفض. هذا هو نفس النظام المستخدم اليوم في قناة باناما، وقد أثبت نجاحه بالكامل. كان هيرمان واثقا جدا من مشروعه أتلانتروبا، لم يكن مجرد مهندس معماري صاحب رؤية، بل كان أيضا متحدثا مؤثرا. ظل حتى وفاته يعرض هذا الحلم، حلم تغيير شكل أوروبا وأفريقيا بالكامل، من خلال محاضراته وكتبه. You've heard of Atlantropa, yeah? No. When completed, it will dam the Mediterranean Sea between Gibraltar and Morocco. Billions of kilowatts of electricity will be generated. Its waters will be desalinated and used to irrigate the Sahara Desert, creating millions of hectares of farmland to feed a hungry continent. لكن للأسف، ورغم محاولاته المستمرة للضغط على الحكومات الأوروبية ومنظمة الأمم، لم يحصل مشروع أتلانتروبا على أي دعم سياسي جاد، والسبب واضح: بناء 7 سدود عملاقة في بحار مضطربة مثل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ليس أمرا بسيطا، فمجرد اختبار المشروع كان سيكلف مليارات الدولارات. إضافة إلى ذلك، فإن خفض مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط بالكامل قد يسبب أضرارا هائلة للأنظمة البيئية الحساسة، ومن الصعب حتى تقدير حجم هذا التأثير. ولهذا بعد وفاة هيرمان زورغيل عام 1952 بدأت قصة مشروع أتلانتروبا تتلاشى تدريجيا. لكن في هذه الأثناء حدث تحول مهم في تاريخ إسبانيا والمغرب غير مسار القصة بالكامل. من عام 1930 إلى 1970 كانت إسبانيا تعيش أوضاعا صعبة جدا، فقد عانى الشعب الإسباني من تدهور اقتصادي وانقلابات عسكرية متكررة. لكن في نوفمبر 1975 انتهى نظام الديكتاتورية في إسبانيا بوفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو، وتحولت البلاد إلى ملكية دستورية ديمقراطية. أصبح خوان كارلوس الأول ملكاً للبلاد، وتولى أدولفو سواريث منصب رئيس الوزراء. وبعد عام واحد فقط من تشكيل حكومته، مد سواريث يد الصداقة إلى المغرب. وفي عام 1979 وقع ملك المغرب الحسن الثاني رحمه الله وملك إسبانيا خوان كارلوس الأول اتفاقية تعهد فيها ببذل كل الجهود الممكنة لربط البلدين بأي وسيلة. وفي عام 1980 تم إنشاء شركتين عامتين لتحقيق هذا الهدف: شركة سيسيكسا في إسبانيا وشركة SNED في المغرب. وبدأت هاتان الشركتان العمل معا لدراسة إمكانية إنشاء رابط عبر مضيق جبل طارق. تم إطلاق العديد من عمليات المسح، وكان من أبرزها مسح عام 1991 المعروف باسم مسح نوتيلوس البحري. في هذه المهمة كان من المفترض أن تقوم سفينة نوتيلوس بالحفر حتى عمق 5 أمتار داخل قاع مضيق جبل طارق، واستخراج عينات من الصخور الموجودة في القشرة الأرضية لإحضارها إلى السطح ليتمكن العلماء من دراستها. لكن أثناء عملية الحفر بدأت السفينة تهتز بعنف، مما اضطر الفريق إلى إيقاف المهمة فوراً. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو موقع مضيق جبل طارق نفسه، فهذا المضيق يعتبر نقطة اختناق بحرية. على يمينه يوجد البحر الأبيض المتوسط القريب من خط الاستواء، ولذلك مياهه دافئة، بينما على يساره يوجد المحيط الأطلسي الذي يحمل مياها باردة قادمة من ذوبان جليد القطب الشمالي. وعندما يلتقي الماء الدافئ بالماء البارد يرتفع الماء الدافئ إلى الأعلى لأنه أخف، بينما يغوص الماء البارد إلى الأسفل لأنه أثقل. هذا الاختلاف في درجة الحرارة والكثافة يكون تيارات دوران حرارية قوية تعرف علمياً باسم التيارات الصاعدة، وبسبب ذلك تتحرك المياه بسرعة هائلة. وإذا أضيف إلى ذلك
سرعة الرياح التي قد تصل إلى 108 كيلومترات في الساعة، يصبح من الصعب للغاية إبقاء السفينة ثابتة في وسط الماء لإجراء عمليات المسح، ولهذا السبب لم تستطع أي سفينة أن تبقى مستقرة لفترة طويلة لإكمال الدراسات البحرية بشكل صحيح. لكن بحلول عام 1997 وبعد عدد لا يحصى من المحاولات والدراسات، تمكن الباحثون من تحديد مسارين نهائيين محتملين لبناء الجسر. المسار الأول يربط بين طنجة في المغرب وطريفة على الساحل الإسباني، وهو الأقصر بطول 14 كيلومترا فقط. أما المسار الثاني فكان في الجهة الغربية بين طنجة وبولونيا، ويبلغ طوله 28 كيلومترا. وبينما كانت هذه الدراسات مستمرة، كان هناك في مدريد على بعد آلاف الكيلومترات مهندس أمريكي يراقب تفاصيل هذا المشروع عن كثب. إنه يوجين توسوي، ولم يكن شخصا عاديا، بل مهندسا معماريا عبقريا. ففي الوقت الذي كان فيه العالم يبني الجسور بالطرق التقليدية باستخدام الفولاذ والخرسانة، استلهم توسوي أفكاره من الطبيعة، واقترح تصميم الجسر العائم الذي يمكن بناؤه على أقصر مسار، أي المسار الأول. في هذا التصميم لن تكون هناك حاجة إلى أعمدة فولاذية ضخمة ولا إلى عوارض خرسانية تقليدية، بل جسر لا يقف على الأرض بل يطفو فوق سطح الماء. ولمسافة تقارب 3 كيلومترات كان الجسر سيغوص قليلا تحت سطح البحر مثل نفق عائم، حتى تتمكن سفن الشحن التي تعبر مضيق جبل طارق من المرور فوقه دون عائق. ثم بعد عدة كيلومترات يصعد مجددا إلى السطح ليظهر في وسط البحر، حيث سيتم إنشاء جزيرة اصطناعية عائمة مشتركة بين البلدين. وفقا لهذا التصميم كان سيتم بناء مدينة عائمة صناعية بعرض 5 كيلومترات في قلب البحر. هذه المدينة كانت ستضم مبنى مكون من 23 طابقا، عدة خطوط سكك حديدية ومزارع طاقة شمسية، 24 مسارا للطرق، حدائق عامة وأسواق وشلالات وأحواض سباحة. كل شيء كان مخططا له ليصبح الجسر أكثر من مجرد رابط، بل مدينة كاملة عائمة فوق البحر. الفكرة كانت جريئة ومستقبلية جدا ولها فوائد كبيرة، لكن ظهرت مشكلتان كبيرتان تقفان أمام تحقيق هذا الحلم. المشكلة الأولى كانت التمويل، فقد قدرت تكلفة المشروع بمليارات الدولارات. أما المشكلة الثانية فظهرت خلال أبحاث شركة سيسيكسا وSNED، حيث كشفت الدراسات تفاصيل خطيرة عن قاع مضيق جبل طارق، مما بدد أحلام توسوي والعديد من المهندسين. فوفقا للتقرير التفصيلي لعمليات المسح، تبين أن أقصر مسار بطول 14 كيلومترا يواجه 3 مشكلات كبيرة. أول هذه المشكلات أن عمق هذا المسار يصل إلى 900 متر، أي أن عمق البحر هناك يعادل تقريبا ارتفاع 3 أبراج إيفل مكدسة فوق بعضها البعض. وعند مقارنة ذلك بنفق القناة الإنجليزية بين بريطانيا وفرنسا الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا، سنجد أن أعمق نقطة هناك لا تتجاوز 76 مترا فقط، بينما عمق مسار الوادي في مضيق جبل طارق يزيد عن ذلك بحوالي 12 ضعفا تقريبا. إذا كان من المقرر بناء جسر على هذا المسار، فسيكون كل عمود من أعمدة الجسر بحاجة لأن يكون بطول يعادل 3 أبراج إيفل. أما إذا تقرر حفر نفق فسيكون ذلك شبه مستحيل، لأنه سيتطلب حفر نفق على عمق 900 متر تحت سطح البحر. وللمقارنة، أعمق نفق بحري حتى الآن هو نفق ريفايال في النرويج، ويقع على عمق 390 مترا فقط، أي أن مسار الوادي في مضيق جبل طارق سيكون أعمق ب3 مرات تقريبا. أما المشكلة الثانية فهي الطبقة التي تظهر باللون الرمادي في قاع مضيق جبل طارق. هذه الطبقة مكونة من صخور شديدة الصلابة، ما يجعل حفر الأعمدة أو شق الأنفاق خلالها تحديا بالغ الصعوبة. أما المشكلة الثالثة، فإذا نظرنا إلى الخريطة بعناية سنجد أن أسفل مضيق جبل طارق يمر خط صدع يفصل بين صفيحتين قاريتين، الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، أي أن هاتين الصفيحتين تتصادمان وتحتكان باستمرار، مما يجعل المنطقة نقطة نشاط زلزالي محتملة. فقد شهدت الحسيمة عام 2004 زلزالا بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، كما ضرب زلزال قوي إقليم الحوز عام 2023 بقوة 6.8 درجات، ليصنف كواحد من أعنف الزلازل
التي تعرض لها المغرب. بناء جسر في منطقة لا يمكن التنبؤ بها بين تيارات بحرية قوية وزلازل متكررة سيكون تحديا هائلا للغاية، فبعض أعمدة الجسر ستكون مثبتة في الصفيحة الأوراسية وأخرى في الصفيحة الإفريقية، وهذا يعني أن حتى الهزات الطفيفة قد تؤدي إلى اختلال التوازن فتنهار الأعمدة وكأنها أوراق لعب. أما إذا تقرر حفر نفق فالمشكلة نفسها تبقى قائمة، فالأنفاق غالبا لا تستطيع التعامل جيدا مع الحركات الزلزالية الصغيرة والمتكررة. فنفق ريفايال في النرويج على سبيل المثال يحتوي على أنظمة لامتصاص الصدمات والتخفيف من الاهتزازات، لأنه يقع في منطقة معرضة للزلازل، ومع ذلك فإن تمرير نفق عبر خط صدع جيولوجي رئيسي وخطير يعد مخاطرة هندسية كبيرة. ولهذه الأسباب قررت اللجنة المشتركة بين إسبانيا والمغرب في أوائل عام 2006 التخلي عن المسار القصير واعتماد المسار الأطول البالغ 28 كيلومترا كخيار رئيسي للمشروع. وكان السبب الحاسم وراء هذا القرار اكتشافا مهما قامت به سفينة الأبحاث كينغ فيشر عام 2005، فقد أظهرت الدراسات أن عمق هذا المسار لا يصل إلى 900 متر كما في المسار القصير، بل يبلغ حوالي 300 متر فقط. كما تبين أن طبقات الطين والرمل تمتد إلى عمق يقارب 400 متر، ما يجعل أعمال البناء أكثر أمانا وأسهل نسبيا، أي أن المشكلات الثلاث التي كانت تعيق المسار القصير تم تجاوزها في المسار الطويل، مما أعاد الأمل في إمكانية تنفيذ المشروع. ولهذا السبب تقرر في النهاية أن يعتمد المشروع على بناء نفق في المسار الأطول بدلا من إنشاء جسر، وسيتكون المشروع من 3 أنفاق. النفق الأوسط سيكون نفق خدمة مخصصا لأعمال الإصلاح والصيانة والطوارئ، أما النفقان الآخران فسيضمان مسارات للسكك الحديدية تعبر من خلالهما قطارات فائقة السرعة بين المغرب وإسبانيا. في فبراير 2023 وقعت وزيرة النقل الإسبانية مع وزير النقل المغربي مذكرة تفاهم بشأن ما أصبح يعرف باسم مشروع الربط القاري. لكن رغم موافقة حكومتي المغرب وإسبانيا على المشروع، فإن العمل على أرض الواقع لم يبدأ بعد، إذ لم يحفر حتى اليوم متر واحد لتنفيذه. إذا سننتظر بعد أكثر، يعني بدل ما أنه المشروع ينتهي بال2030 الآن التوقعات بال2040، ونحن الآن أمام يعني دراسة جدوى جديدة، كون أن الدراسات كما ذكرتما يعني السابقة هي أصبحت قديمة. إذن هل هذا الحلم المغربي دكتور بدر سيرى النور من وجهة نظرك، ومتى سيرى هذا النور؟ موقع مضيق جبل طارق استراتيجي للغاية، إذ يعد أقصر ممر طبيعي يربط بين أوروبا وأفريقيا، وإذا توقف هذا الممر لأي سبب فقد تتأثر حركة التجارة العالمية وتتضرر اقتصادات العديد من الدول بشكل كبير. لهذا السبب أصبح وجود جسر أو نفق بديل ضرورة ملحة. لكن قبل تشييد جسر أو نفق من الفولاذ والخرسانة لابد أولا من بناء جسر من الثقة والتفاهم بين المغرب وإسبانيا. هذا الجسر لن يصممه مهندس، بل سيبنى من إرادة الشعبين وتعاونهما، ولهذا سيبقى مستقبل هذا المشروع مجهولا إلى أن يحسمه الزمن. نأمل أن تنال هذه الحلقة من ألغاز مخفية إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة. نلتقي بكم في فيديو جديد ومميز قريبا.